ليست الحب الأول ولكن الأخير. من هي الإعلامية الراحلة منى هلال وعلاقتها بمحرم فؤاد؟ رحلت عن عالمنا صباح الأحد الإعلامية منى هلال، إحدى أبرز مذيعات التلفزيون المصري، والتي ارتبط اسمها طويلا بالقناة الثانية، حيث كانت من أعمدتها الأساسية، وقدمت عبر شاشتها محتوى ثقافيا مميزا. وأعلنت إيمان هلال شقيقة الإعلامية الراحلة خبر وفاة الأخيرة عبر حسابها على فيسبوك، مؤكدة أن الجثمان شيع إلى مسواه الأخير، فيما قررت الأسرة الاكتفاء بتلقي العزاء في المقابر، مطالبة الجميع بالدعاء لها. عرفت الراحلة بمسيرتها المهنية السرية داخل ماسبيرو، حيث تدرجت في المناصب حتى وصلت لمدير عام البرامج الثقافية، وتميزت برؤية مختلفة في تقديم المحتوى جمعت بين القيمة الفكرية والجاذبية الجماهيرية. واكتسبت منى هلال شهرة واسعة من خلال برنامج كنوز مسرحية، الذي أعاد تقديم روائع المسرحيات القديمة والنادرة، مصحوبة بقراءات تحليلية وتاريخية أسهمت في توثيق التراث المسرحي وإحيائه لدى الأجيال الجديدة. كمان لم تقتصر مسيرتها على العمل الإعلامي فقط، بل شاركت أيضا كمقدمة برامج في بعض الأعمال الفنية، من بينها مسلسل حكايات هو وهي. وعلى الصعيد الشخصي، كانت الراحلة آخر زوجات الفنان الراحل محرم فؤاد، ورافقته في سنواته الأخيرة، وظلت إلى جواره حتى وفاته لتكون محطته الأخيرة بعد زيجات متعددة، وتكتب معه فصلا هادئا من حياته لينتهي زواجهما مع وفاته عام 2002.